السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. لحضراتكم أنا آسف، لا أستطيع أن أضع الفيديو على اليوتيوب كل يوم لظروف خاص، يعني معذرة، أنا آسف. ومن النهاردة إن شاء الله أحاول أن أحط الفيديو لكل يوم. ونحن سندرس اليوم يعني أنت وأصحابك أو أنت وصاحبك كيف تتكلم اللغة العربية واللغة العامية ما بعد إن شاء الله. أولا هنا اللغة الفصحى وهنا اللغة العامية، يعني اللغة العامية للمصريين، يعني زي ما يتكلم مصريون. أولا السلام عليكم، السلام عليكم. لو حد يعني مش يقدر يفهم اللغة العامية أو اللغة الفصحى، هو يقدر يفهم ممكن اللغة الإنجليزية، يعني دي معناها. هنا وعليكم السلام وعليكم السلام، نفس الكلمة نفس اللحظة. بعدين اللغة الفصحى كيف حالك، كيف حالك. وهنا اللغة العامية يعني مصرية، ومصريين يستخدمون عامل ايه، عامل ايه، او ازيك عامل ايه، ازيك عامل ايه، يعني how are you. هكذا الاشياء، يعني انت لو مش تقدر تفهم كيف حالك يعني ايه، انت تقدر تفهم ممكن how are you، هكذا الاشياء. لكن هنا بس نفهم كيف حالك، يعني مصريين يستخدمون عامل ايه. واللغة الفصحى هنا الحمد لله أنا بخير وأنت، الحمد لله أنا بخير وأنت، الحمد لله أنا بخير وأنت. واللغة العامية مصرية الحمد لله حلو، الحمد لله حلو، وأنت عامل إيه؟ الحمد لله حلو. هنا حلوة، هنا حلوة للبنات، وحلو حلو للرجل. يعني مثلا لو أنت رجل، أنت تتكلم الحمد لله أنا حلو، حلو يعني لا تتكلم حلوة، يعني أنا حلو يعني للرجل، وأنا حلوة يعني للبنات. وهناك الحمد لله أنا بخير وأنت للرجل وأنت للبنات، يعني مكسور كسرة للبنات وفتحة للرجل. واللغة الفصحى الحمد لله أنا بخير، الحمد لله أنا بخير. واللغة العامية الحمد لله أنا حلوة، أو الحمد لله حلو، حلو للرجل وحلوة للبنات. اللغة الفصحى حسنا، هل أنت تستطيع أن تتحدث اللغة العربية؟ هل أنت تستطيع أن تتحدث اللغة العربية؟ هل أنت تستطيع أن تتحدث اللغة العربية؟ واللغة العامية مصرية تمام. أنت تقدر بتكلم عربي، أنت تقدر بتكلم عربي، يعني أنت، يعني أنت اللغة الفصحى واللغة العامية. أنت تستطيع اللغة الفصحى، تقدر، مفروض هنا تقدر أو تقدر، لكن قاف يعني للقاف مصريون هم ينطقون يعني مثلا قلم، أعطني قلم، لكن هم يتكلم هات لي قلم، هكذا الأشياء. قاف يعني بتكلم يعني أن تتحدث اللغة العربية يعني عربي. واللغة العامية تمام، أنت تقدر بتكلم عربي. واللغة الفصحى حسنا، هل أنت تستطيع أن تتحدث اللغة العربية؟ وهنا لو أنت مش تقدر تفهم، لو مش تستطيع أن تفهم، تقدر تفهم بهذا. واللغة الفصحى قليلا، لأني أتيت منذ شهر. قليلا يعني هنا سألك هل أنت تستطيع أن تتحدث اللغة العربية؟ وهنا الإجابة قليلا، لأني أتيت منذ شهر، لأني أتيت منذ شهر، يعني اللغة العربية قليلا يعني شوية شوية، شوية شوية بتكلم، شوية شوية بتكلم عشان أنا جديد، شوية شوية بتكلم يعني قليلا أنا أستطيع أن أتكلم قليلا، شوية شوية بتكلم. علشان هنا إن للكتابة علشان عين لام شين ألف نون، لكن للنطق عشان.
عشان للنطق، والكتابة علشان، لكن أنتم لا تكتبون في الامتحان هكذا. علشان نطق عشان. أنا جديد، مفروض جديد، لكن مصريون هم يستخدمون جيم يعني غين هكذا، يعني أنا جديد. طيب شوية شوية يعني قليلا. بتكلم يعني أنا أتحدث قليلا. علشان أنا جديد، لكن للنطق عشان أنا جديد. عشان يعني لأن أو لأني. أنا يعني أنا. جديد يعني جديد، لأن أنا جديد. واللغة الفصحى حسنا. هل أنت باكستاني؟ يعني حد يسألك هل أنت باكستاني؟ اللغة العامية طيب أنت باكستاني ولا من فين؟ أنت باكستاني ولا من فين؟ أنت يعني أنت. باكستاني هناك تكلم هل أنت باكستاني؟ يعني أنت باكستاني ولا من فين؟ يعني لو حد يسألك هو لازم يتكلم في اللغة العامية ولا، لازم دي ولا، لازم أنت تحط في الكلمة ولا. إلا دي هو مش يعني مش يطلع سؤال. واللغة الفصحى لا بل أنا من بنغلاديش. لا بل أنا من بنغلاديش، يعني هنا مش لازم بنغلاديش، يعني من أي البلد. مثلا أنا من أفغانستان، أو أنا من نيجيريا، أو أنا من أي البلد هكذا المكان. وهنا اللغة العامية يعني لا أنا بنغالي، يعني أنا من بنغلاديش. واللغة الفصحى وأنت من أي البلد، يعني هو يسألك وأنت من أي البلد. وأنت من أي البلد يعني اللغة العامية. وأنت من فين؟ يعني أنت في اللغة العامية مصريون يستخدمون أنت. ومن أي البلد، أي البلد يعني أنت من فين، أنت من فين. من أي البلد يعني من فين. وأنت من فين. واللغة الفصحى أنا من فلبين. أنا من فلبين يعني فيليبينز، أنا من فلبين. واللغة العامية أنا من فلبين، يعني نفس الكلمات. بعدين اللغة الفصحى تشرفت بلقائك. تشرفت بلقائك. واللغة العامية شرفتونا. شرفتونا أو نورتونا، هكذا الأشياء الناس مصريون يعني يتكلمون كده. اللغة الفصحى يتكلم تشرفت بلقائك أو سررت بلقائك. واللغة العامية كمان يتكلم شرفتونا أو نورتونا، أو يعني أنا مبسوط بخاطرك، أو أنا مبسوط بلقائك، هكذا الأشياء. مبسوط يعني سعيد. مبسوط بلقائك يعني أنا سعيد بلقائك، هكذا. واللغة الفصحى كمان تشرفت بلقائك أيضا. تشرفت بلقائك أيضا. واللغة العامية شرفت بك كمان. شرفت بك كمان. شرفت بك كمان يعني أنا سررت بلقائك. أنت يعني تكلمت مع أصحابك أو مع صاحبك، يعني أنا سررت بلقائك، أو أنا سعيد بلقائك، أو أنا مبسوط بلقائك. وهو برضو هو أيضا يتكلم معك أنا أيضا سررت، أو أنا سعيد بلقائك أيضا، أو أنا مبسوط بخاطرك أيضا، أو أنا مبسوط بسببك، أو أنا مبسوط بلقائك. هكذا الأشياء مصريون يستخدمون. وأنت تتكلم مع السلامة ومع السلامة نفس الكلام. والآن نتحدث مثل المصريون في الحوار. يعني هنا أنا كتبت أنا، وهنا كتبت أنت. يعني أنا أقول لك، يعني أنا أتحدث معك أنا وأنت. زي مثلا إحنا نتكلم أو نتحدث قدامنا، يعني قدامنا وش على الوش هكذا، يعني قدامي أنت أنت جالس قدامي هكذا. يعني مثلا أنا أردك، أنا أتكلم معك السلام عليكم، أنت أيضا تتكلم تتحدث معي وعليكم السلام، هكذا بالصوت كمان. أنا أتكلم معك السلام عليكم ورحمة الله، وأنت ترد. والآن أنا أتكلم عامل إيه، وأنت ترد. أنا الحمد لله حلوة، وأنت ترد. أنا أتكلم شوية شوية،
بتكلم عشان أنا جديد، وأنت تتكلم. أنا لا، أنا بنغالي أو أنا من بنغلاديش. أنت تتكلم. أنا أتكلم أنا من فلبين، وأنت تتكلم. أنا أتكلم شرفت بك كمان. أنت تتكلم. والآن نتحدث برضو في الحوار، لكن أنت تكون مكاني، يعني أنت تجي مكاني وأنا أجي مكانك. يعني مثلا مرة اللي فات، يعني قبل دي أنا اللي سلمت عليك، والآن أنت تسلم علي. يلا هيا، أنت تسلم علي وأنا أرد على جوابك، يعني سلامك، وعليكم السلام ورحمة الله. والآن أنت يعني تسأل. أنا أتكلم الحمد لله حلوة، وأنت عامل إيه؟ دورك. أنا أتكلم تمام، أنت تقدر بتكلم عربي؟ دورك أنت. أنا أتكلم طيب، أنت باكستاني ولا من فين؟ أنا أتكلم وأنت من فين؟ أنت تتكلم. أنا أتكلم شرفتونا. أنت. أنا مع السلامة. والآن سوف نعرف معاني الكلمات. يعني عامل إيه؟ عامل إيه يعني عامل يعني حال. إيه يعني ماذا، يعني ماذا حالك أو كيف حالك، هكذا. الحمد لله حلوة، وأنت عامل إيه؟ حلوة يعني طيب، حلوة يعني طيب أو جيد، هكذا. وأنت يعني أنت، يعني مصريين نتكلم أنت، وفي اللغة الفصحى أنت. الحمد لله حلوة، الحمد لله يعني الحمد لله، حلوة يعني طيب كويس، طيب يعني جيد. تمام، تمام يعني حسنا. تقدر مفروض تقدر، لكن هم ينطقون تقدر. هنا تستطيع. تقدر يعني تستطيع. بتكلم يعني أتحدث أو تتحدث. عربي يعني عربي، يعني هل أنت تستطيع أن تتكلم اللغة العربية؟ هنا مصريين يستخدمون تمام، أنت تقدر بتكلم عربي؟ هنا شوية شوية بتكلم عشان أنا جديد. شوية يعني قليل، وشوية تاني يعني قليل. بتكلم يعني أتحدث، عشان يعني لأن. أنا يعني أنا، جديد يعني جديد، أو جديد يعني جديد، هكذا. شوية شوية بتكلم عشان أنا جديد، يعني أنا جديد في مصر، لهذا أتكلم قليلا. طيب، أنت باكستاني ولا من فين؟ طيب يعني حسنا. أنت يعني أنت. باكستاني يعني باكستاني. من يعني من. ولا من فين يعني أو من أين، يعني أنت من باكستاني أو من أي البلد، هكذا. شرفت بك كمان. شرفت بك يعني سررت بلقائك. شرفت بك يعني سررت بلقائك. وشرفت بك كمان، يعني كمان يعني أيضا. كمان يعني أيضا، برضو يعني أيضا، هكذا. يعني حد لو يتكلم معك شرفت بك، أو أنت نورت في بلدي، أنت تتكلم أنت أيضا. أنت أيضا يعني أنت كمان، هكذا تتكلم. يعني أنت نورت البلد أيضا، هكذا الأشياء. المصريين يتكلم، المصريين هم يحبوا يعني يتكلم هكذا الأشياء كثير. يعني أنتم نورتونا أو أنتم شرفتونا في بلدنا، يعني أنت شرفتونا بلدنا، هكذا. وأنت برضو تستطيع أن تتكلم ترد عليه. أيوة أنت كمان، أو بنورك يا حبيبي، هكذا الأشياء. يعني لو حد يتكلم معك أنت نورتنا، وإحنا نتكلم بنورك يا حبيبي، يعني بنورك يا غالي، وهكذا الأشياء. يعني إحنا نورت بلدك، لكن بخاطرك، يعني بنورك أنت، يعني هكذا إحنا نتكلم بس.
والآن يا أحبابي إحنا خلصنا الدرس إن شاء الله. سوف نتحدث في مرة الثاني في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.